جمهورية الزاب وبداية محاولات الباكيكة لتدمير جنوب كردستان. بعد عام 91 بذل حزب العمال الكردستاني الباكيكة كل محاولاته الرامية لتدمير منجزات إقليم جنوب كردستان، بدءا من تأسيس جمهورية باسم الزاب ومرورا بالمتاجرة بالحرب ضد حكومة جنوب كردستان حربا بالوكالة، وانتهاء بالتمركز العسكري في الجنوب بدون أي مبرر شرعي وعقلي، بل فقط لتبرير تدخل تركيا المحتلة لجنوب كردستان وجر جيوشها لجنوب البلاد بحجة ملاحقتها. في إطار هذه المؤامرة المحاكاة بعد عام 91، أي بعد الانتفاضة الشعبية لأهل جنوب كردستان وبعد تأسيس أول حكومة وبرلمان كردستاني، وفي سنة 95 وبعد أن فقدت الباكيكة أي قدرة على محاربة دولة تركيا واستمرارها لحربها هناك، بدأت مؤامرة جذب الجيش التركي لأراضي جنوب كردستان. والحق أن الهدف الرئيسي للباكيكة كان متمثلا بالتحصن والاحتماء في الجنوب، وكذلك تبرير تدخل تركيا المحتلة لجنوب البلاد لكي تستطيع تركيا مهاجمة جنوب كردستان والقضاء على التجربة الكردستانية التي ولدت بعد عام 91 وتدمير هذا الواقع الجديد. هذا من جانب، ومن جانب آخر فقد واجهت الدولة التركية ضربة قاضية للباكيكة سنة 94 حيث حاربتها بما أوتيت من قوة عسكرية بمقاتلاتها الحربية وقصف المدفع الكثيف ودباباتها، فتم تهجير أهالي القرى الحدودية وإخلاؤها من السكان، مما قطعت الطريق أمام الباكيكة في الحصول على المأوى والمسكن والمأكل، فاضطرت للتوجه نحو جنوب كردستان. فقدت الباكيكة أي قدرة على إدامة حربها ضد الدولة التركية في شمال كردستان، لهذا قررت الباكيكة محاربة حكومة جنوب كردستان. وكما أشرنا فيما سبق إلى أن الباكيكة قد هيأت الأرضية المناسبة لمقاتليها وأنصارها عن طريق فتح فضائية باسم مات تيفي، وقد بدأت الفضائية بثها قبل مهاجمة الباكيكة على حكومة جنوب كردستان، فدأبت الفضائية بتهيئة الأرضية بتبرير أعمال الباكيكة وتبييض ممارساتها السوداء وأعمالها الدنيئة. ونشرت الباكيكة عن طريق هذه الفضائية أن حكومة جنوب كردستان تتاجرها بالحروب، كما كشفت من خلالها للعالم أجمع أن مقاتليها تمركزوا في عمق جنوب كردستان، وبهذا أضفوا الشرعية على التدخل التركي واحتلاله للجنوب. في 15 من آب عام 84 بدأت الباكيكة بأولى أنشطتها ومهامها العسكرية في شمال كردستان، وفي نفس الشهر من عام 95 تاجرت بالحرب مع حكومة جنوب كردستان، فقد بدأت بحربها في كافة محاور وجبهات القتال ضد بيشمركة كردستان في 26 من آب 95. وقد أسست الباكيكة وحدات باسم وحدات بروسك لحربها ضد البارتي ووجهتها لمناطق بهدنان، وبدأت بعدها بمرحلة جديدة بحربها الإعلامية، فحاولت بشتى الوسائل والطرق تثقيف كوادرها وأنصارها على أن الحرب ضد البارتي أشرف وأكرم من محاربة تركيا، غير أنها فشلت أيضا في تحقيق أهدافها المنشودة من خلال هذه الحرب. بعدها وكما أشرنا فيما سبق بدأت الباكيكة عن طريق إعلامها إقناع الشعب الكردي أن حكومة الجنوب هي البادية بالحرب ضدها، غير أنه بات معروفا لدى الجميع أين يفترض أن تكون ساحة حروب الباكيكة ولماذا نقلت حربها للجنوب وضد حكومتها. فالباكيكة وكما يعلم الجميع لم تنوي أبدا إدامة حربها ضد تركيا، بل الهدف من هذه الحرب والقضاء على منجزات ومكتسبات حكومة جنوب كردستان التي أنجزتها للشعب في الجنوب، وحساب هذه المكتسبات كمكتسبات تاريخية لها في الجنوب، والتربع على عرش الحكم هناك لكي تبرر لتركيا الحليف في الناتو، بل وثاني قوة في الحلف لجر قواتها إلى أقليم جنوب كردستان واحتلاله.